تعالي بقى. يمكن ده مش مكاني او الزمن ده مش زماني، او انا موهوم. يمكن خيالي وداني الدنيا او لعالم تاني، او انا مجنون، او يمكن اطلع بقى ايه حاجة ميك اب. اول حاجة طبعا انتوا عارفين الميك اب ده انا كنت حاطاه فين، غيرت المكان بتاعه وحطيته في الدرج هنا. لقيت ان هو عملي اكتر ليا وقريب مني، والحمد لله لملي كل الحاجة بتاعتي. هاخد بس كام حاجة كده من حاجة الميك اب. في حاجة غريبة حصلت والله العظيم. العروسة اللي هناك دي كان وشها مدفوس تحت المخدة، مش باين منها غير القرون. طلع ازاي؟ ازاي اسراء؟ هو انتي حركتي العروسة اللي هنا من مكانها؟ ما دخلتيش؟ الله. معلش بس نوريني منديل. منديل حطي. طبعا يا جماعة انتوا شايفين ان انا بادئه الفيديو من بدري وعمالة اتحرك واعمل حاجات واخد حاجات، وانتوا مش عارفين انا بعمل ايه. انا لقيت نفسي النهارده فاضيه، او احنا بصراحه متفقين بقالنا كام يوم، فالنهارده انا فاضيه انا واخواتي. فقلت ان احنا هننزل ان شاء الله، هنخرج هنتمشى شويه وهنشتري كمان شويه حاجات زي زيكم لما بنعمل كده. فالنهارده اليوم عادي كده زي ما قلت لكم، تمشيه وخروج وشويه حاجات هنجيبها. فان شاء الله هتقضوا معايا اليوم ده وهننزل، ولما ارجع باذن الله هنكمل، وهاخدكم برضو معايا كده في جوله صغيره بره. طبعا اقول لكم السلام عليكم جميعا. انا لسه جايه من بره فاقول لكم السلام عليكم يعني. اول حاجه، حوالي دلوقتي الساعه 9:30 10، بس هريح شويه وبعد كده هكمل معاكم بقيه الفيديو. فخليكم معايا بقى للفيديو للاخر ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف ايه الحاجه اللي انا جبتها مع بعض. نسيت احط الميه، مش كده الواحد اصلا راجع تعبان ومفرهد. خلاص حط الميه ونبدا. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وايه نشوف الحاجه اللي انا جايبينها مع بعض. وكان في لبس اشتريته بس فضلت ان انا ايه يعني ما وراهولكوش دلوقتي، وتتابعوني ان شاء الله على انستجرام الفاشن والتنسيقات، لاني ممكن اعمل لهم تنسيقات هناك فتشوفوهم هناك افضل. يلا بينا بقى نشوف الحاجه اللي انا جبتها. اول حاجه من الحاجات اللي انا جبتها هي المنظمات دي. بصوا شكلها حلو جدا وعجبتني قوي. طبعا دي عشان انا غيرت مكان الدرج فقلت ايه انظمه شويه، اجيب له حاجات جديده اللي هو ده، وجبت ده. تمام. المحل اللي احنا رحناه كان حلو قوي على فكره، مليان حاجات كتير قوي. جبت المناديل دي شكلها عجبني قوي، بس طبعا مكانش ينفع ان انا افتحها هناك، بس ريحتها تحفه تحفه جدا حلوة قوي. جبت اللي هو الحجم الصغير عشان الشنط الصغيرة، وجبت المناديل العادية دي. جبت
البروش ده بصوا شكله عامل ازاي، شكله رقيق وبسيط وجميل وشكله حبيته قوي. واحد لو لف الطرحه مثلا بشكل مختلف، لابس حاجه عاوز يحط بروش، فهيكون شكله حلو جدا. السلسله دي انا اصلا كنت عايزه اللي هي السلسله العريضه، فانا لقيت الاتنين مع بعض، فالتانية شكلها عجبني، فقلت خلاص ماشي تمام، مادام هما الاتنين مع بعض خلاص ممكن ابقى البس كل واحده لوحدها او الاتنين على بعض، هبقى اشوف يعني. هي دي اللي انا كنت عايزاها، اللي انا كنت عايزه اجيبها اصلا. دي برضو شكلها حلو، بصوا باينه في التصوير ولا مش باينه؟ جبت ايه؟ انا جايبه خاتم، بس خاتم صغير مش عارفه محطوط فين، لحظه واحده البسه واوريهولكوا. بصوا شكله بجد عجبني قوي. لونه ما جبتش اللون ده قبل كده، لقيت لونه شيك كده، فكرني بمسلسل حريم السلطان الحاجات اللي هم كانوا بيلبسوها دي. السلطان سليمان كان بيسيب الحرب ويقعد يعمل مشغولات ذهبيه للست هيام. انا كنت محتاجه مسكره عشان المسكره اللي عندي خلاص على وشك الانتهاء او انتهت تقريبا. جبت المسكره دي. المسكره دي اللي هي بتاعت كيس بيوتي. الفرشه بقى هي اللي شكلها مختلف. بصوا الفرشه عامله ازاي، استنوا كده اما اجرب. كويس ان انا قاعده جنب الدرج، طلع المرايه وهو دي نجرب مع بعض. برضو الواحد لازم يا جماعه يجرب، شوف الحاجه اللي هو جابها. هو اصلا كده كده الواحد هيبقى يغسل وشه ويظبط نفسه. صدقوا ان انا ناسي احط الرينج لايت. هي شكلها غريب بس صدقوا حلوه، لا حلوه بجد، حلوه قوي. الله يرحم ايام زمان ما كنتش احط ماسكارا سودا نهائي. في فرق باين عندكم ولا مش باين؟ لا بجد حلوه وعجبتني قوي. كريمي المفضل كريم فير اند لافلي. ليه هو المفضل عندي؟ ويمكن لو دورتوا في اليوتيوب كله هتلاقي ان اغلب البنات بتستخدم الفاونديشن. وكريم فير اند لافلي ده نادرا لو لقيتوا حد اصلا بيستخدمه في الميك اب اليومي بتاعه. تلاقوا فيديو قصير على القناه عندي هنا شرحه فيه. الجديد في الكريم ده ان انا لقيته عليه مالتي فيتامين المتطور، كريم معزز بالسيرم. انا لسه هجربه وهشوف، لكن هو اصلا من غير اي حاجة انا بحبه وبيعجبني جدا. السفنجات دي وفي واحدة رفيعة، دي رفيعة بس السفنجة حلوة ذات نفسها، تحطيها كده تحطي الميك اب. دي اتخن شوية سميكة عنها، بس الاتنين حلوين عجبوني بصراحة، طرية. يلا بقى اوريكم اخر حاجة انا جبتها. اول حاجة انا كنت في نيتي ان انا اجيب حاجة غيرها، جبت نضارة شمس. يلا من غير كلام كتير، فضلت اقيس واجرب واقيس. This is glasses, my glasses new. كنت عايزة اطلعها بس قلت ايه اطلعها مع حاجة على انستجرام يعني، بس نشوف وماله برضو، انتوا عزاز على قلبي. هي دي نضارة. ايه رأيكم اقوم نرتب الحاجة اللي انا جبتها في المنظمات الجديدة بالمرة كده واوريها لكم؟ تعالوا كده اوريكم قبل ما احط فيه الحاجة شكله عامل ازاي. هي دي الرصة بتاعته. هفضي بقى الحاجات اللي انا هفضيها وانا ارصها واوريها لكم. بصوا هحط دي اللي هي البامبا دي جوه بالشكل ده، وهحط البيضة من تحت. دي الحاجات اللي في المنظم البامبا هحطها من جوه كده. وده كده ترتيب المنظم التاني. بجد عجبني قوي لان العلب زي ما انتم شايفين واقفه، وكمان تغيير الدرج ريحني اكتر واكتر لان حاجه قريبه مني. الفرش، العلبه دي، ودي السفنجات اللي انا جبتها لما اجي استخدمها بقى بطلعها من الكيس. وده كده الدرج بتاع الميك اب كله تمام. النضارات قلت ايه احط الحاجه فيه بالمره. ان شاء الله تكونوا اتبسطتوا معايا في الفيديو النهارده، ويكون الفيديو كده كان لذيذ وخفيف واستمتعتوا زي ما انا استمتعت بيه.
ريحتها جميلة يا جماعة، جميلة بجد. المنظم اللي هو الدرج ده انا عملته الترتيبة بتاعته على انستجرام برضو في الستوري اللي انا بثبته هناك. بقية الاكسسوارات بقى والحاجات التانية هبقى ارصها كده بعدين. واقول لكم دلوقتي مع الف سلامة، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا بفلوج النهارده.